هنعمل بقى كده على السريع وانا بحكي لكم بقى الحدوته. هنعمل سلطه لبنه. حبايبنا السوريين ربنا يديهم الصحه ويعمر بيوتهم ويرجعوا سالمين غالمين لبلادهم، علمونا حاجات كتير حلوه وبيعملوا لنا حاجات احلى. بيعملوا اللبنه دي طعمها بيبقى حلو بكل الاشكال. فالنهارده انا هعمل منها سلطه. هي لبنه، جبنه اللبنه، ومعاها فلفل احمر وفلفل اصفر ونعناع اخضر. نعناع اخضر، وهنحط شويه زيت زيتون بس مش اكتر من كده. تمام؟ ادي النعناع اهو، هنقطعه زي ما تحبوا كده صغنطوط كده اهو. يعني كفايه شويه النعناع اهو. وحبايبنا برضو الفلسطينيين بيعملوا نفس الاكله دي، برضو اكلهم بيبقى حلو ومرق. اكلهم كده بيبقى مرق وحلو، ليه طعم اهو. هنقول المقادير تاني. لبنه، ومعانا فلفل احمر، ومعانا فلفل اصفر ونعناع اخضر اهو. نحط بس حبه كده اهو، برضو قليل، يعني حتتين فلفل من كل حاجه. حتتين فلفل من كل قرن كده تاخدوا يا دوبك قراط. وهنحط شويه زيت زيتون. يا شهد. الو. شهد. الو. ازيك يا شهد؟ الحمد لله. احكي لك النهارده حدوته حلوه هتعجبك قوي يا شهد. شكرا. هتقعدي تسمعيها بقى مع غاليه؟ طبعا. يا ريت، هنتعلم منها حاجات كتير حلوه وعاوزاكي تبقي تقولي لي رايك. اوكي، انت اي حاجه اصلا من حضرتك تبقى جميله. ربنا يخليكي يا شهد يا قمر يا جميله. شكرا. يا عسل يا حلوه. اقعدي بقى اسمعي بقى الحدوته الحلوه دي كده. تسلمي لي يا قمر، الف سلامه. كده عملنا اللبنه بكل سهوله وبسيطه وسهله. هنجيب بس طبق كده نقدمها فيه. الحدوته بتاعت النهارده عاوزه بقى احكيها لكم. احكيها الاول بعد كده خلي بقى البتاع دي في الاخر. الحدوته النهارده اقعدوا واسمعوها مع غاليه وشوفوا بقى رايكم ايه. كان يا مكان يا سعد يا اكرام، ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. كان في اسد كبير قاعد في الغابه ونايم ومسلطن، وكان في فار زئرت صغنطوط كده قليل قوي في الحجم، عمال يجري ويتنطط حواليه، يجري ويتنطط حواليه، والاسد نايم. وفي الاخر طلع الفار على راس الاسد وقعد يتنطط. فطبعا الاسد قام انزعج، راح قال له ايه، يعني زقه كده وقام ايه يعني انت ايه ده، وبص كده لقى فار، راح ماسكه وزقر له كده، وراح عمل له ازاي بقى انت اللي عمال تتحنجل كده وتصحيني وتقلقني وتزعجني، انت يا ده انت قليل كده ومش عارفه ايه. وقعد يبص له كده بكل سخريه ولا في دماغه. طب اكلك ما انت قليل مش هتشبعني، طب اعمل فيك ايه. فراح جه الفار قال له ايه. الفار بقى ايه مذعور يا ولده ومنفوض كده مش عارف يعمل ايه. ما اسد وده فار حاجه قد كده قليل قوي. قال له والنبي سيبني سيبني، انا ما كنتش اقصد ان انا ازعجك ولا ان انا اعمل فيك حاجه وحشه، معلش يمكن في يوم من الايام تحتاج لي. الاسد قال له وقعد بقى دي يضحك قوي كده. قال له انا الاسد ملك الغابه هحتاج لك انت يا قليل. قال له معلش سيبني يمكن تدور الايام وتحتاج لي. فالاسد قال له خلاص انا هسيبك بس اعمل حسابك ان انا عمري ما هحتاج لك، وسابه. الفار خدله في اسنانه وطار جري. جه في يوم من الايام هاتي ايام روحي ايام، وجه صياد بقى وراح دخل الغابه ونصب شباكه عشان يصطاد الاسد. عاوز ياخده يبيعه يوديه جنينه الحيوانات. الاسد وقع في الشباك وبقى يقول يا جاي ويلف حوالين نفسه. سمعوا الفار قال ايه ده الصوت ده صوت الاسد، يكونش ده الاسد اللي سابني من فتره طويله. لما راح اشوف في ايه، راح يبص لقى الاسد جوه الشبك وعمال يفلفص ومحدش بيغيطه. راح مسك الشبك ارقد الشبك وراح مساعده ومطلعه. راح الاسد بص له كده قال له ياه بقى انت يا قليل انقذتني،
انا اتعلمت درس. الحاجة الوحيدة اللي اتعلمتها منك ان انا ما استهونش بالقليل. اوعى تستهون بالقليل. شوف حاجة قليلة قد ايه لف عليها الزمن وساعدتك وطلعتك من اللي انت فيه. والاسد اتعلم الدرس وقال عمري ابدا ما هستقل ابدا بحاجة ولا هستهون بالقليل ابدا.